السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم تصلوا على النبي. اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. اليوم موضوعي مثل ما شفتوا انتم بعنوان الفيديو، هاي المشاكل بتوقع انا عم تصادف جميع المربيين ان كانوا مبتدئين ولا كانوا عندهم خبرة، بالنسبة لموت الفراخ داخل البيضة، بالنسبة حتى كمان لموت الفراخ بعد التفقيس، يعني بصير عمر الفرخ تقريبا اسبوع بيموت. هلا حنحكي ان شاء الله بهذا الفيديو عن سبب موت الفراخ داخل البيضة، والفيديو الثاني ان شاء الله رح يكون عن سبب موت الفراخ بعد التفقيس، يعني بس يصير عمر الفرخ تقريبا اسبوع. بس بدي منكم ما تبخلوا علينا بزر اللايك وتعملوا مشاركة هذا الفيديو، واذا ما كنت مشترك بالقناة بتمنى منك اخي الكريم تشترك بالقناة. خليكم معي. طيب اخواني حبايبي، هلا بالنسبة لموضوع موت الفرخ داخل البيضة، شو هي الاسباب؟ اول سبب يلي هو مثل ما قلكم ابن الشام وعودكم ابن الشام بالنسبه لكورس التطهير، ويلي ما بيعرف شو هو كورس التطهير اخي الكريم بتمنى منك بس تكتب كورس التطهير ابن الشام، رح يطلع عندك الفيديو باذن الله. هذا الشيء لازم تقدمه انت لطيورك قبل ما تبلش تزاوج، تمام؟ يعني كمثال عندي هذا الجوز، تمام اخواني، بدي بلش زاوجهم او انتج منهم، تمام؟ لسه ما حطيت العش ولا دخلت الدقة على الانتاي ولا عملت اي شيء بنوب. شو وجب علي يساوي؟ لازم اقدم كورس التطهير. كورس التطهير عندي موجود عندي بالقناة، ما رح ارجع اعيد وكرر مشان ما يكون الفيديو طويل عليكم. يعني لازم طهر امعاء الطيور بالنسبة للذكر بالنسبة للانتاي. شو السبب؟ السبب هو اذا عندي انا مثلا الانتاي مريضة او الذكر مريض باي مرض كان، تمام؟ مثلا كبد، ميجا بكتيريا، كوكسيديا الى اخره. لما طهر امعاء طيوري انا وتصير امعاء طيوري نظيفة، انا بضمن باذن الله تعالى عدم وجود نقطة سوداء داخل بطن الفرخ وعدم موت الفرخ داخل البيضة. هذا سبب أساسي ورئيسي. السبب الثاني والعامل الأساسي والمهم يلي هو الرطوبة. إخواني حبايبي، مثل ما انكم ملاحظين الرطوبة عندي أنا 55. أنا بالنسبة إلي ليش جبت الجهاز هذا ودفعت حقه غالي؟ لحتى اخذ هي النتيجة اللي انتم شايفينها قدام عينكم. بسم الله ما شاء الله، 55 الرطوبة، 17.3 درجة الحرارة. الرطوبة عامل أساسي، إذا كانت مرتفعة عندك الرطوبة فممكن يموت الفرخ داخل البيضة. يعني إذا الرطوبة عندي مثلا درجتها 90 أو 95 أو 80 85، كذلك الأمر رح يموت الفرخ داخل البيضة. وبرضه كمان بمناطق الخليج ممكن الرطوبة تكون منخفضة، يعني ممكن تكون مثلا 30، ممكن تكون 20 كمان. كذلك الامر صعب على الفرخ يطلع من البيضة اذا كانت الرطوبة منخفضة او مرتفعة. هي السبب الثاني. طيب السبب الثالث اللي قلت عليه ابن الشام، لازم انت قبل ما تدخل الذكر على الانتاج وتبلش انتاج، تمام، لازم تكون قاصص شو اظافير الذكر واظافير الانتاي. شايفين كيف اخواني الحجم مبين معكم؟ لازم تكون قاصص اظافير الانتاي واظافير الذكر، بحيث اذا الانتاي مثلا مثل مو هلا قاعده هون الانتاي بسم الله ما شاء الله قاعده على بيض، اذا كان اظافيرها طوال ممكن تثقب البيضه وانت مالك عرفان، وفي فرخ داخل البيضه، تمام، وتفكر انت ممكن انه هذا مات بالنقطه السوداء او اي مرض كان مثلا او اي سبب كان، ولكن ممكن تكون الانتايه ثقبت البيضه وانت مالك عرفان، او ممكن الذكر فات كبس الانتاي بقلب العش واظافيره طوال، ممكن كمان ثقب البيضه وانت مالك عرفان. هاي الاسباب اخواني كلياتها ممكن تشكل عندك هو موت الفرخ داخل البيضة. هاي الاسباب لازم تتفاداها انت كيف وشلون. ركز معي وتابع الفيديو لحتى تستفاد باذن الله تعالى، وخاصة اذا انت كنت مبتدئ بتربية طيور الكناري ولسه ما دخلت الذكر على الانتاي او لسه الجوز عندك بعده ما جاهز. اخي الكريم لازم تطهر امعاء الطيور، هي اول نقطة، بحيث تكون امعاء الطيور نظيفة، لانه في كثير من الاخوة والاخوات بيجي مثلا عنده انتاية كمثال بيقدم له العش، تمام، بيعطيها الخيطان، الانتاية عنده لفة العش وهو بينبسط وبيروق، بس ما له فاحص بطن الانتاية،
تمام. بيجي بيحط لها العش. ركز معي، وفي فكره بدي اقول لك اياها هلا ان شاء الله تعالى، هلا اتذكرتها. اللي بحط لها الخيطان، بتلف العش وامورها تمام. بيجي مثلا بدخل الذكر على الانتاي بعد عمليه التشويق، وبيلاحظ بعدها عدم تفقيس البيض، وبرضه بيكون فاحص البيض وبيكون في فرخ داخل البيضة. بتفاجئ شو هو السبب؟ السبب هو انت اخي الكريم، انت ما فحصت بطن الانتاي وبطن الذكر قبل ما تدخل الذكر على الانتاي. الفكرة اللي تذكرتها اخواني حبايبي، في بعض الاخوة شو بيساووا خاصة المبتدئين، لما الانتاي عنده مثلا، شفتوا انا بالنسبة الي عندي هدول البركة، هدول الثلاثة، وهلا الرابعة هي حتحط البيض ان شاء الله تعالى، كلهم عندهم بيض تمام. فبالنسبة الي مبعد عنهم. ليش؟ غلط، واكبر غلط انك انت اذا انتاي عندك باضت تجي تفحص البيض كل يوم، تجي لعند الانتاي تقرب عليها كل يوم، وخاصة على العش، وخاصة للاخ يلي جاي عم يقول لي بدي افحص البيض، عم يجي عند الانتاي يخليها تقوم من العش مشان يفحص البيض، او مشان يطمن على البيض هل هو موجود ولا غير موجود، هل هو فقس ولا ما فقس. فاخي الكريم حبيب القلب، خاصة المبتدئ، لا تقرب على الانتاي ولا تقرب على القفص اذا عندك انت الانتاي طابة على البيض. من احد الاسباب عدم تفقيس البيض هو هجران الانتاي للعش. كلياتكم اتوقع صارت معكم، انتاي عندي بيضة وامورها باللوز، ما بلاقي انا بتفاجأ الا ثاني يوم او ثالث يوم مثلا كمثال، والله حاضن البيض وقاعدة، بعد فترة من الزمن يومين ثلاثة بلاقيها الانتاي هجرت العش وما عاد رجعت للعش ولا عاد حضنت العش او البيض. شو السبب؟ اخي الكريم السبب هو انت، اذا رايح جاي كل يوم لعنده وكل لحظة وكل ساعة وكل ثانية، فهون على الدنيا السلام، الانتاي ما عاد ترجع تحضن البيض ورح تهجر العش، وحتى لو كان في بيض، حتى لو كان في عفوا فرخ داخل البيضة. فلحتى اتفادى انا موت الفرخ داخل البيضة، مثل ما قلت لكم لازم طهر امعاء الطيور قبل ما تبلش تزاوج بيناتهم. كمان كذلك الامر لازم تقص اظافير الانتاي واظافير الذكر، لازم تهيئ لهم الامان بالله عز وجل، وتتركهم وما تقرب عليهم. عليك انت كل يوم تدخل على غرفة طيورك او على القفص اللي عندك مثلا، تعطيهم المي، تعطيهم الاكل، تنظف القفص، والسلام عليكم. هيك ان شاء الله تعالى وبتضمن بعد اذن رب العالمين عدم موت الفرخ داخل البيضة. طيب اللي عنده درجات الرطوبة مرتفعة لازم ينزلها اخواني حبايبي. كيف وشلون؟ مثل ما قلت لكم بهذا الجهاز يلي هو هذا اخواني حبايبي. وانا عملت كمان فيديو لحط لكم هلا ان شاء الله الصوره، او ممكن يكون رابط الفيديو بصندوق الوصف، كيف تنزل الرطوبه اذا كانت مرتفعه عندك. اذا كانت منخفضه وجب عليك اخي الكريم تقدم حمام السباحه، بس يصير عمر البيض تقريبا بين ال 15 ل 12 يوم تقريبا، لازم تقدم حمام السباحه لحتى نرطب البيض. وهذا هو كان فيديو لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم، بتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم.